بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. دولة بعض المنابر الإعلامية وعلى رأسهم المنبر ديال الخصوص موضوع ديال سحب الرئيس للتصويت فيما يخص الملك العام العمومي. هذه المنابر الإعلامية مع الأسف كتصرح في بعض المسائل ما كديرش اللازم ديالها كعمل صحفي على أنه خصها تحرر في المسائل، تعرف الأسباب ديالها والأسباب والمعطيات ديالها، وقبل ما ينشروا شي حاجة خصهم يتصلوا بالإعلامي يستفسروا الإعلامي. مثلا أنفوسوس ذات بواحد العنوان: رئيس الجماعة الترابية لبيبرا يضع حدا لتلاعبات بعض نوابه. هل هذا المنبر عنده وثائق اللي كتثبت هذه التلاعبات؟ كلمات تلاعبات راهي إهانة واتهام خطير. لذلك أنا شخصيا ملي قريت المقال وعرفتو على ذلك كيهمني أنا دخلت الإجراءات القانونية هذه. أولا اتصلت بالمحامي ديالي اللي قدم شكاية ضد مسؤولين على أنفوسوس، وقدمت الشكاية القضية ديال المجلس الأعلى اللي مكلف بالمعلومات الشخصية في الرباط، اللي هو غادي يدير الإجراءات ديالو يقلب على المسؤول الحقيقي وفين خرجت هذه المعطيات وشكون اللي كتبها، لأن المسائل كلها راه كاينه مؤسسة اللي مضبطة هي اللي كتحرر في هذا الشيء طبقا للقانون. هنا كاين بعض الناس هما كيقولوا على أنه تم العزل. الناس يعرفوا بعض المسائل. هذا الإخوان ديال أنا كيفرحني ملي كتكون دورة وكيجيو هاد الشباب وكيستمعوا وكيحضروا المناقشات وكيكتبوا، ولكن أنا اللي بغيت ولا كتسلي على أنه هاد الناس بما أنهم كيكتبوا وكيبغوا يكتبوا خصهم يديروا واحد المجهود. هذا المجهود هو أنه يطلعوا على القانون ديال الجماعات اش كنا يقول، اش هما عاد على القانون الصحافة اش كيقول، فين هما الحدود ديالهم، يعرفوا المسائل. مثلا واحد المنظر قال لك تم عزل النائب الأول. واش هو بعد عرف الإجراءات ديال العزل عندهم يصطلى فين كيكون العزل؟ كيكون العزل على طبقا لفصل 68 ديال القانون 113 من منظم الجماعات. كيقول لك إلا امتنع أحد النواب من ممارسة المهام ديالو أو المهام المفوضة له، يجوز للرئيس عرض القضية على المجلس ليتخذ فيها القرار، ثم إحالته على المحكمة الإدارية لتصدير القرار ديال العزل ديالو. والأعضاء ديال الإجراءات خصها أولا بعد إثبات أشنو هو هذا الامتناع على شيء، وثانيا خص قرار المجلس وقرار حكم ديال المحكمة. إذا حنا راه السحب ديال التفويض ماشي هو العزل. هنا كان هذه إشارات فيما يخص هذا المسائل. لابد تكون المسائل في الأول ديالها. ملي تسلمت المهام ديالي التفويض ديال على أنه وكيل لي مهمة تدبير الملك العمومي، قمت باجتماع مع المحكمة العمومي. الناس اللي حضروا فيه هما اجتماع مع مصلحة ديال الممتلكات، اللي كتقوم بتدبير الملك العمومي على غرض مؤقتة شاسعة المداخيل. الربط الضريبي فيما يخص فيه جوج الأشكال: فيه الربط الضريبي اللي كيتعلق بالأراضي غير المبنية وما شورها، وكاين الربط الضريبي اللي كيتعلق بالأكرية والتاكس ديال التاكسيات والأراضي والاحتلال المؤقت. ثم
المصلحة التقنية جوج الناس حيت الليلة مفرقة على جوج مقاطعات، كل واحد عنده المقاطعة ديالو هنا. علاش؟ إذا كل واحد إلا تعلق الأمر بالترخيص خص نعرفو شحال كيحط المستغل، شحال بغا، شحال الميغاوات، شحال اللي على أساس هذه المصلحة ديال الربط الضريبي غادي تحسب الواجب ديال الضريبة ديالو. كما قلنا على أنه سبق ذكرت في البداية على أنه كاين الأخطاء ديال المنابع العامة، كاين إجراءات، هذا هو الإجراء الأول. ثم شنو نتبعو؟ قررنا على أنه نبداو الإحصاء بالشوارع من البلدية، بدينا بالشارع الحسن الثاني، خرجت له لجنة صغيرة متكلفة برئيس قسم ديال البنك العمومي اللي خاب الموظف اللي مكلف بالبنك العمومي لأغراض مؤقتة، بمساعدة ولا بمؤازرة مع تقني البلدية اللي تابعة لها المنطقة وعون السلطة. هذه الناس الثلاثة قاموا بدأوا الإحصاء. خلال استغرق هذا الإحصاء واحد المدة طويلة، نظرا اللي كيمشيو وكيلقاو حتى واحد ما كيعرفوش شكون مول المحل، واش خدام ولا ما خدام، يعني تقريبا 4 شهور وهما خدامين في هذا الإحصاء فيما يخص شارع الحسن الثاني من الدخلة ديال أكادير أو عيد ملول حتى الخرجة ديالها تبعها بما فيها الساحة اللي قدام البلدية. هذا الإحصاء شنو عطانا نتيجة على أنه راه عندنا 230 واحد كيستغلوا الملك العمومي، أما لأغراض تجارية أو القهاوي أو البلايك ديال الإشهار. كل حاجة عندها المسطر ديالها كيفاش كدار وكيفاش تخلص. هاد 230 واحد ملي جاو للمكتب وقارناهم وحللناهم مع المعطيات اللي عندنا في المكتب، الناس اللي عندهم رخص، لقينا على أنه 129 حالة من المستغل ما كيتوفروش على رخصة ديال الاستغلال وما كيؤدوا ولو أي رسم للبلدية، لو أنه حتى أنا بغينا في الفصل على أنه راه اللي كنقولوا احتلال الموقعات والرسم هذه، لأن ماشي حاجة بسيطة. حيت مثلا في الشارع الحسن الثاني كاينين 20 درهم ل3 شهور، هاد 20 درهم إلا في الاختلاف هذا كتعطيك 7 دراهم للمتر في الشهر. مول الحانوت مثلا اللي عنده 10 متر هذا كيفوت 60 درهم 70 درهم في الشهر. علاش؟ باش يتنظم هذا البنك العمومي، لأن راه البنك العمومي ماشي ديال مول الحانوت وماشي ديال العامة كلها. هذا كرصيف مخصص باش يمشيو فيه الناس، غاديش يمشيو الطريق راه خاصة بالطوموبيلات، ولكن الرصيف خاص بالراجلين يمشيو فيه. ولكن ما فيها بأس إلا اقتضت الضرورة على أنه ترخص المحل باش يستغل واحد الجانب ديالو، ماشي مشكل حسب العرض ديالو. حيت كاينين البلايص اللي واعرين، كاين البلايص اللي ضيقين. ولكن هذا السيد باش يستغل خص يكون عنده الترخيص، عنده 6 متر في العرض تما ترخص ليه 2 متر و3 متر 4 متر كاع، ولكن عندنا كان خص يبقى 1 متر ونص ولا 2 متر فين يدوز المرة. هذا هو المغزى من هذا التنظيم. وهذا التنظيم شنو كاين؟ هذا التنظيم تبقى المادة 100 تبقى المادة 94 ماشي 94 ولا رئيس 110. تبقى المادة 110 من القانون كيقول لك يمارس رئيس مجلس صلاحيات الشرطة الإدارية الجماعية باستيفاء المواد
المواد التالية التي تخول بحكم هذا القانون إلى عامل إقليم أو ما ينبع. وهذه المسائل اللي هي من صميم ديال السلطات المحلية مراقبة احتلال الملك العمومي. هذه المراقبة ديال الاحتلال العمومي من اختصاص ديال السلطة المحلية هي اللي كتراقبو، ولكن حنا باش تساعد المواطنين ولا المستغلين على أنه باش ما يكون عندهم الحيف، الجماعة كدير واحد الترخيص ديال هذه المساحة المستغلة. ديك الساعة ملي كتجي السلطة كتراقب ليه على أنه خصو يحترم هذيك المساحة المسموح ليه بها ديال 2 متر ولا 3 متر ولا كاين على حسب الحالة. وديك الساعة ملي كتكون عنده رخصة ما غاديش يتعسف عليه حتى واحد، المصلحة ديالو. إذا هنا شنو قلنا على أنه مشينا حصينا هذه الحالات. ملي حصينا هذه الحالات ولقينا 127 بنت، مصلحة ديال الإدارة ديال الجماعة اللي هي كيطرسها مدير مصالح دارت طبقا للقانون الجاري به العمل ومنتهي للجبايات والاستلال الموقع ديال الجماعة، دارت واحد النوع ديال الإعداد. شنو هو الإعداد؟ شنو فيه قوانين، ولكن شنو الإعداد أعلى أنه خصك تجي إلا ما عندك الرخصة دير لنا الطلب شحال بغيتي ديال البطاقات، ميتو 2 3 10 شحال اللي بغيتي، وندير البطاقة ديالك وتخلص واحد الرسم رمزي ديال ديك المساحة لمدة في كل شهور. وقت ما بغيتي تفي كدير طلب ديال الإغلاق وكذا كيتلغى. هذا هو اللي يوقعوا الوقع. أشنو وقع من بعد؟ مشينا واحد قبل في بداية الشهر جلسنا في البيرو حنا 4 الناس، حنا والرئيس والنائب الرابع الأنواري والنائب الثالث حسن حليم. جبد السيد رئيس الهضرة قال لي وصفتي شي إنذارات ديال العمومية، هي صفتهم. قال سيدي لا زربتي لا ما ينقص لك السيد رئيس، وأنا في راسي على أنه راك هذا كدور. وشنو العمل اللي هو اللي عليه تساؤلات، ولا جميع العمل اللي كيتدار في البلدية؟ إلى جميع العمل اللي في البلدية راه علاش مشات 63 ملف شخص مسولين 63 واحد المحكمة باش يودوا الكرا ما كيخلصوش الكري. كاين أكثر من 63 ولكن 63 بعدا جات المحكمة. ثانيا راه خلال هذا الشهر 2003 مشى 994 إنذار الناس ديال الضريبة على الأراضي الغير مبنية، فيها واحد المجموعة ديال 600 مليون. هاد الناس مشاو للمحكمة ما فيها بس. هاد الناس 974 مشى لهم الإنذار باش يخلصوا 600 مليون. أغلب 90% ديال هاد 600 مليون ولا 80% ديالها غير ضرائب، حيت ملي كتخلص كيديروا مراجعة ديال 4 سنين. هادو ما نتكلموش عليهم، ولكن نتساءلوا ونستفسروا علاش مشى الإنذار على الملك العمومي. قال لي رئيس الدير أن كاينين الناس عندهم رخص. قلت لهم إلا كان شي واحد السي رئيس اللي عنده ترخيص يجيب لي الترخيص ديالو، أنا نعتذر ليه كتابة ونصرها باعتذار ديالو على أن أنا تعسفت عليه وصفت له ونعترف بالخطأ ديالي. ولكن نقول أنا هذا نصف له ولا هذا ما نصف له. ثانيا المصلحة، هذا هو القانون اللي جاري به العمل في جميع المسائل. المصالح يتحملوا المسؤولية ديالهم. وهذا الشيء عندنا كله في ملي المصلحة مشات ودارت المحضر ودارت الإحصاء وشافت لي 129 واحد ما عندهمش. هاد 129 عندهم واحد الإشكال على أنه ما كيخلصوش الواجبات، ما عندهمش ترخيص. خص يمشي ليهم الإدارة راه واحد النموذج، ماشي الإدارة ديال هذا معزل ولا هذا واحد النموذج. جاتني 129 ورقة سنيت الإنذارات
بغض النظر عن السمية ما طلعش على النسبة. هذه مخالفة بسيطة المعالجة ديالها، وهو يجي السيد يقدم الطلب يشرح لنا بشحال عنده ديال الميثاوات، لا أقل ولا أكثر، لا فيها لا حكم ولا تنفيذ ولا حتى الفلوس. حنا ما كنشدوهمش مع الناس. حنا اش كنديرو اللي كيشرح لنا السيد بالأمطار ولا بالمساحة اللي بغا كنديرو ليه ملف كنسيفتو لا ليجي ساعات المداخيل. هي كتسيفتي كتقول ليه عندك تخلص 100 درهم ولا 200 درهم ولا 50 درهم ولا والو. وثانيا كتنتهي المهمة بأن هنا يخلص ولا ما يخلص ولا المتابعة ديالو. احنا ماشي الاختصاص ديالنا، حيث القانون اللي كان جديد على أنه القضية ديال المداخل والمصاريف للرئيس بوحده، لأن الحق باش يتصرف فيهم هو اللي مسؤول عنهم لا أقل ولا أكثر. إذا حنا كنوجدوا واحد الملفات واحد النفاطاس ديال الملفات اللي يمكن في الآخر هو اللي يمكن ليه يعفي وهو اللي يمكن ليه يخلص. هذا اللي كاين. إذا هذا ما كيحتاج كل شيء، هذا المسائل كل شيء. اش وقع في زيادة الرفاه ملي كنتناقشوا خرج حسن حاليا حنا ما كناش معنا الرفاه، بقينا انا وياه ونواري. قلت يا سي الرئيس هذا الشيء انا درته عن قصد ولا قصد هذا ولا هذا. انا عندي لائحه ديال 127 واحد كبدايه طبعا كشريعه اول لذلك كل شوائعهم هذا الحدث. انا في اطار المساعده والمهام ديالي باش ننمي المداخل ديال البلديه درت الناس اللي هذا باش يجيو يخلصوا. ما عندي انا شي خلفيه على هذا الشيء. جبت له هضره هذه قال لك سيدي هو داك الشيء كيبقى حنا عنده الانعكاسات السياسيه ديال الانتخابات. انا ما كان الانتخابات ما دخلوش بالي. انا كان نعتبر راسي انا داخل المؤسسه اللي الدور ديالها وهو الخدمه الصالحه العامه يعطي انتخابات راه يعني على ضروري قلت عليه يدخل عليها كذا ملي انا ولا لا ما عنديش شي خلفيه مع شي واحد. فاش ودي هذه المسألة أنا هالشي ما قد عليها. أنا عييت هذا الصلاة لا نعرف كل حاجة أنت لا هاد تفوت سحب لي تفوت وليني لا طيب سحب لي يا سيدي تفوت وليني وزدت واحد الهضرة وحلفت لي إيماني على أنه هذا من خلال هذا الصراع وهذا قيل والقال وهذه المسائل اللي كاينه في البلديه حلفت لي بالله العظيم على انه لو انه ما كنخافش على الناس يقولوا له نصروا يصروا عليه في البلديه غنقدم الاستقاله ديالي في هذا المجلس، لان ما ليا شي حاجه انا شي ضوء ولا شي امال ولا شي امل ما كيبانش لنا في هذا مشاكل على مشاكل ديون. يعني البلديه واصله واحد الحد لا يتصور لا يفكر بخير في هذا السيستم. وهذا هو ثانيا راه حنا ملزمين بقانون. انا مفوض ليا لذلك يعني ملي كنفوض وانا لو كيتحمل المسؤوليه ديال جميع الناس اللي كذا غير ما بقاش عنده لا الطبع الا درت شي خطا زيد حديك غادي يهزوا عليه راس هذا اللي درتو. واش كاين هنا كاين قانون اش يقول لك ماده 68 كتقول لك اذا امتنع احد النواب الرئيس دون عذر مقبول عن القيام باحد المهام الموظفه به او من المفوضه له وفق احكام هذا القانون جاز للرئيس مطالبه المجلس باتخاذ مقرر يقضي بإحالة طلب عزل المعني بالأمر عن عضوية المكتب إلى المحكمة الإدارية. هذا هو. لأن هذه المهام اللي تعطيها مثلا باش نديرها متابعة قضائيا إذا بغى فيها راس الأخبار وهنا وكان نمشيو ثاني لمادة 263 في هذا الإطار.
من المنازعات. آخر مقطع ديالها كيقول: كل إخلال باتخاذ الإجراءات اللازمة بتحصيل جنون الجماعة يوجب تطبيق أحكام المادة 64 من هذا القانون الأممي. باش أشنو هنا نفسر هذه المسائل على حسب الإخلال بالإجراءات اللازمة للتحصيل. هاد الناس اللي غادي يحصلوا اللي غادي يسدوا الفلوس باش غادي يسدوها، خصني أنا اللي مكلف ندير ليه الإحصان، نقول لها سيدي هذا السيد راه عنده قد القد، راه كاين المحل 100 درهم ولا 200 درهم، ولا راه كيستغل الأرض 10 متر ولا 5 متر ديال القهوة ولا ديال، ولا عنده راه البانو، عنده البانو ديال البيبليسيتي، كذا. هاد المسائل كلها خصني نوجدها لي أنا. إذا أنا مسؤول، تبقى لهذه المادة أنا مسؤول. إلى ما درت هذه المسائل ديال الاختصاص الرئيس، ولكن الرئيس راه فوضى، ملي كيفوضى عليك أنت اللي مسؤول عليها. اش كتقول لك هذه المادة؟ كتحيك على المادة 64 اللي كتطبق عليك. اش كتقول لك المادة 64 حتى هي نفس الشيء كما كتقول هذيك المادة الأولانية 68: إذا ارتكب عضو من أعضاء المجلس أو رئيسها أفعال مخالفة للقانون أو النظام المجري بها تضر بالأخلاق العامة وبمصالح البلدية. إذا إلى ما درت قمت بالواجب ديالي، راه هنا كنقوم بأعمال مخالفة للقانون تضر بمصالح البلدية. هذا مصالح البلدية هي ديال مداخل ما كايناش. وهنا كيقول لك في الآخر: يجوز للعامل أو من يقوله بعد التوصل لإيضاح المكتوبة. ديك الساعات ملي ما كنديرش العامل يكاتب لي قال لي علاش ما كديرش. هنا كيقول لك: يجوز للعامل أو من يقولها بعد التوصل للإيضاح الكتابية المصرحين في الفقرة الأولى والثانية حسب الحالة، أو عند عدم الإدلاء بها بعد انصرام الأجل المحدود. إلا كاع ما جاوبتوش أنا على الاستفسار ديالو، ينحال في الأمر إلى المحكمة الإدارية، وذلك بطلب عزل عضو حتى العضو أو المعني بالأمر من المجلس أو الرئيس أو نوابه. يعني كلنا مسؤولين قدام القانون، سواء العضو ولا الرئيس ولا النواب ديالو مسؤولين على تطبيق القانون. إذا هنا إذا يجي الإنسان هنا شنو هو الذنب؟ أنا ما بغيتش نتصرف في هذه المسائل، إما نمارس المهام ديالي بما فيها المهام بالمعقول وبالقانون وما يمليه علي الضمير ديالي بدون حيف ولا تعفى. هذا يطور على الأساس. قلت للرئيس أنا إلا ما كانش، إلا أنا كشتي على أنه هذه المسائل اللي كنقوم بها ماشي هي هذيك، سحب مني طويل بطبيعة الحال. بعد مرور 3 أيام ولا 4 أيام ولا 5 أيام، بعد أسبوع كاع، أنا كنتفاجأ على أنه سمعت راه كاين، لا قال لي شي سمعت الموظف اللي كان عايز عليه الرئيس قال لي ما بقيتش تعامل مع منصور، راح تسحب لي التفويض. مشيت مكتب الضبط، سحبت فيه النسخة اللي مشات للعمالة، علما أنه الواجب ديالو يعلني. يقول كما دار قرار ديال التفويض ديالي ودار قرار ديال السحب ديال التفويض وصفت الأمر الأولى، وهو أنني أنا يبلغ على لا بقاش عندي تفويض، وإلا هي نحسبوها كاينه شي سلميه كيتسناو باش نسني انا شي حاجه ويخرج هذاك داك سنيتي واحد الوثيقه ما بقاش عندك تفويض. لذلك هذا هو مجمل ما واقع. لذلك جددوا الناس الإخوان ولا المناظير على أنهم ما يتجاروا بالسبق الإخباري ولا الإعلاني، تحرروا المسائل، اتصلوا مع الناس. أنا اتصل معي واحد العدد ديال الإخوان ديال المناظير، ما جاوبتهمش، قلت لهم ندير بالاعتراف مازال تبحث عن الرؤية إلى الآن فاش كنتكلم مازال ما توصل أي قرار، ما عنديش أي قرار على أنه يسحب. مشى العملة كإخبار، ولكن ماشي العملة غادي يعلمني لأن خصو يعلمني وينشر العموم وينشر في الجانب الرسمية ديال الجامعات. هذه المسائل كلها هذا هو مجمل المسائل.
وكنتمناو المجلس ككل بما فيه الأغلبية ديالو وما يكون عندهم وعي على أنهم لحد الآن شادين واحد الطريق اللي ماشي في المصلحة ديال المدينة والناس. تقول لي أنا منهم، ولكن احنا كنطالبوا تطبيق القانون، وكنطالبوا لا الأعضاء ولا الرئيس ولا الموظفين يطلعوا على القانون. لا الإخوان، كاين قانون جديد اللي جاب واحد الأعداد ديال المسائل اللي كنتذكروا عليها اليوم راه ما كايناش في القوانين القديمة. حتى 3 شتنبر 1915 كاين قانون. هذا راه قانون جديد، تغيير كله برمته. خصنا نعرفوا أن هذا القانون يدار فيه اجتماعات ولا تفسيرات ولا ندوات باش الناس يعرفوا. خصنا نعرفوا اش كنديروا. إذا حنا كنمشيو حتى الثورة عاد كتضربوا واش هذه قانون واش هذه مسائل نفرغ منها، ولا خصني نعرفها قبل، ماشي نحتاج واش نقلب واش كاين هذه في القانون الداخلي ولا كاين. هذه من المسلمات على أنني ما خصنيش نجي نناقش شي حاجة حتى نعرف على الناس كلها. والسلام عليكم ورحمة الله.